انا النهارده جايه لكم بقى علشان اقول لكم ازاي طورت جوده تسجيلاتي وكمان تصوير الفيديوهات من كده اوبن داي هوانم الشرقية عاملين قلبان بمناسبة عيد الأضحى. لكده. مشوارنا بيبتدي مع حلم كل سيدة إنها تكون أم. انا قعدت ادور وادعبس واعمل سيرش كتير وابعت للناس واشوف طب يا جماعه بكام، طب ازاي اقدر مثلا ان انا اعمل استوديو منزلي باقل الامكانيات. لقيت في حلول كتير جدا بصراحه. كنت انا بعمل بقى حاجات غريبه جدا انتم مش هتتخيلوا. انا كنت بحط فوطه على الباب، وكنت بحط لوح ابلكاش على الشباك وكيس بلاستيك، وكنت بجيب بطانية واحطها جنبي. وقعدت بقى ادور على الفيسبوك، لقيت اعلان ظهر لي عن صفحة اسمها ساوند بوكس. الصفحة دي لقيت عندهم الاكوستيك فوم اللي انا بدور عليه بس بأقل سعر أنا ممكن أصلا ألاقيه. لقيت عندهم منتجات تانية، لقيت عندهم حاجة اسمها فوكال ريكوردينج بوث، كابينة كده يعني فيها مقاسات. فأنا بعت له قلت له طيب المقاسات إيه وكده والأسعار إيه. الأسعار مبدئيا كانت على قد الإيد، يعني كانت مناسبة بالنسبة لي. فلقيت اللي هو المقاس الصغير 4 أضلع، والمقاس الوسط 5 أضلع، والمقاس الكبير 5 أضلع. بس طبعا المقاسات بتختلف، يعني المقاس الصغير كان تقريبا 4 أضلع كان 60 في 210 ارتفاع. الوسط اللي معايا دلوقتي 5 أضلع 60 برضو في 210. الكبيرة تقريبا هي اللي بتختلف، يعني هي 5 أضلع برضو بس مش عارفة 80 في 210. فبعت له استفسر وبعت لي المقاسات، وانا قلت بقى لا خلاص انا لازم اظبط الموضوع ده. اتكلمت معاهم قالوا لي ان انا ابعت لهم صورة الأوضة اللي انا بسجل فيها. فبعت لهم بالفعل صورة الأوضة وصورة الحاجات اللي انا بحطها. طبعا انا كنت محرجة جدا، اللي هو يعني يا خبر ابيض. بس هم كانوا متفاهمين جدا، عادي يعني الناس المبتدئة عادي بتعمل اي حاجة علشان تسجل. انا كنت بسجل في الاول في الدولاب عادي.